الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ذكرتني الأخت بقوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فتذكرت أنه في انتخابات 2009 الحزب ديالها جا هو الأول وغطى ب 16,000 مقعد، وفي 25 نوفمبر تبخر كل ذلك وتراجع إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة، لكي يتقدم حزبنا الذي كان ساعتها فئة قليلة ولم يتمكن من الحصول على هذا النصر المبين. فشكرا لك إذ تذكريننا بفضل الله علينا، وما نزلنا ننتظر الفضل من الله. السيدة النائبة المحترمة، أنا أستغرب لأنه بغض النظر على الخلط المتعمد، مرة كتجبدوا القناعات ديالي، مع أنني أنا رئيس حكومة ما كتهمكمش القناعات ديالي، كتهمكم القرارات ديالي والأعمال ديالي اللي كنعمل في التدبير ديال الشأن العام. أما القناعات العامة ديالي أنا حر فيها، من حقي نكون نتبنى في أي موضوع الفكرة اللي كتوالمني ونعبر عليها بالطريقة اللي بغيت، ولكن لن أسمح لكم أن تغالطوا الناس. المساواة متحققة، والمساواة شيء والمناصفة شيء آخر، ولهذا نص الدستور على المساواة بصفة مطلقة، ونص على المناصفة بالسعي إليها. لماذا؟ لأن الدستور يعرف الواقع والمشرع حكيم. وقد أثير هذا الكلام لما كنا نحضر الدستور وكان يحضر رؤساؤكم، ونتساءل نحن اليوم: هل تعلمون أن ما كان في المرحلة الماضية في اللائحة الإضافية وجدت أحزاب سياسية مشاكل في وجود العدد من النساء المطلوب قانونيا لكي يكونوا في اللوائح الإضافية؟ تعرفوا هذا الشيء ولا ما تعرفوش؟ واخدين انتم بعين الاعتبار هذا الشيء ولا لا؟ وشحال من مرة درت لكم الملاحظة ملي كندوروا وجهي في الحزب ديالكم اللي كيآمن بالقضية ديال المرأة لهذه الدرجة ما كنلقاش هذه المناسبة فين هي. وعندي ورقة دابا هنايا، الأعضاء ديالكم بالمكتب ديال مجلس النواب مطلوب تكون فيهم امرأة ما فيه التمرة، 3 ديال الرجال، ها السميات ديالهم هما هنايا. ما قدرتوش تجيبوا حتى وحده للمكتب مصدعيني انا على النص. واه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. عاد ديك الساعه تهضروا، واما ملي يكون واحد البلاد بحال المغرب وغاديه في اتجاه انه مجلس المستشارين غادي يكون المقبل فيه المناصفه تقريبا من الناحيه العمليه، غادي يجيبوا الناس اللائحه وحده والجهات غادي تكون عندهم بالاضافه لكونهم غيكونوا في اللائحه العاديه غادي يكون عندهم الثلث خاص بهم. كيفاش؟ خاص واحد شويه ديال المنطق، ما كيجي مره واحده غير الكوارث. اما كل شيء اللي طبيعي تيتزاد صغير وتيكبر شويه بشويه، كتجي مره واحده الموت، وكتجي مره واحده البراكين والزلازل والعواصف والفيضانات. اما غير شجره الا بغيتيها كتغرسها وتسناها شحال، واما دري خاصك تتزوج بعدا الى اخره. ولهذا اسمحوا لي، هذه القضيه ديال المراه اللي كتقولوا بغيتوا تنتفضوا عليا، انتفضوا سيدي، انتفضوا، راكم انتفضتوا، جبتيو 100 مرة حشمتيو بريوسكم قدام البرلمان ومشيتيو وجبتيو الصحفية المعلومة ولم تنفعكم في شيء، ووليتيو دايرين الفضيحة في ريوسكم. عاود بغيتيو تجيبوا شي 100 أخرى جيبوهم، ولا 200، ولا بغيتيو نديروا شي استفتاء شكون النساء اللي بغاو هذا التوجه ولا هذا التوجه، أنا مستعد.
وديك الساعات الا طيحوني غير العيالات انا نمشي بحالي والله ما نبقى. والله العيالات اياه مالهم هكا كبرنا كنسبيوهم وهما فرحانين ما عندهم حتى مشكل. كان شي واحد عنده تيجي تفويض من قبل العيالات ولا النساء. كيفاش هادشي؟ هاد الانتفاضه كتهدينا بثوره النساء الاخت. ديري هاد الثوره وطيحي هاد الحكومه وولي انت كاع رئيسه حكومه. مالك اشكون اللي حبسك؟ ترأسي الحزب ديالك. علاش الحزب ديالك ما كيبانوش فيه النساء في القياده؟ علاش الحزب ديالك ما كيبانوش فيه النساء في القياده؟ راكم عندكم اصل تجاري فاسد ولن تنجحوا به. انت ولا لا؟ وما غاديش. السيد رئيس السيد رئيس والله الا عجيب هادي. لا انا كندافع. ايوا اسمحي لي حتى انا غنجاوبك ديالي اللي كبير عليك. الله يهنيك.